هذه كانت لقطات من برنامج سامحني. نمر مع بعضنا البرمجة الخميس في السهرة على الساعة 9 كالعادة. نفس اللقاء يجمعكم برنامج ما وراء الحدث، الحديث عن السياسة والتجاذبات السياسية والساحة السياسية. أكيد هذا الكل تلقاوه مع زميلة سوسن الشاهد في تقديم هذه الحصة. نهار الجمعة هو الفضاء الخاص بكل ما هو اجتماعي. موعدكم مع نحب نعيش لسهام عبد الرحمن 7:30. أكيد أنه زيارة جديدة لمنطقة جديدة من مناطق الجمهورية وحالة جديدة تقدمها سهام وتحاول انها تقدم لها يد المساعده. ايضا وثائقي حول الطب الشرعي لعبد اللطيف قروري، والمره هذه باش يحكي على الطب الشرعي وندره هذا الطب الشرعي في تونس. وفي العمق ايضا الفضاء الخاص بالسهره 9 متاع الليل من تقديم الزميله لميا بيوض ونيله بالحاج. المره هذه ان شاء الله باش تاثث هذا الفضاء بروبورتاج او نقولوا هو وثائقي حول حاله العود بعد العقاب بالنسبه للسجينات. موضوع مهم ونستضيفه معنا نيله بالحاج. اهلا وسهلا، مرحبا بك نيله. اهلا وسهلا ندى عايشه. تحضر معنا المره الثانيه على التوالي. اكيد انه كل المواضيع اللي قاعده تخدم فيها هي مواضيع مهمه، لكن هذا الموضوع بالذات اكيد انه يجلب برشا من الناس. وضعيه السجينات والسجين بعد ما يخرج من السجن نتاعو كيفاش معناتها انه خذا درس لهذا اللي حاولت انت تخدم عليه. اي هذه هي الفكره اللي حبيت نخدم عليها. خذيت عينات نتاع 3 نساء، طبعا وجوههم ماهيش باش تترى لكن باش نسمعوا حكاياتهم. فما سجينه منهم اللي انا كنت حاطه في برنامجي اني باش نكمل نتبعها لانها صغيره في العمر نظرا لما عاشته في حياتها. يعني من الاخبار، لان واحده من الناس اليوم من سمعت انها تم معناها خذات سراح بمناسبة 20 مارس. يعني خرجت. فقاعدة توا نحاول باش نلقى كيفاش نجم نتصل بها باش نجم نكمل نشوفها هي. أنا خاطر شفتها وهي في السجن، سمعت حكايتها، حبيت نشوفها توا كيفاش المجتمع تقبلها، خاصة وأنها هي صغيرة في العمر، معناها عمرها 24 سنة وقت صارت الحادثة. كان عمرها التهمة نتاعها كانت هي يعني تعرضت إلى محاولة معنى التعدي على شرفها فدفعت على نفسها، نجر عن ذلك قتل للمعتدي عليها. يعني هي ضحية بالأساس. أي حكاية يعني معقدة نوعا ما. وزيد هذا ودونه أنه عائلتها ترفض أنها تتقابل معها. قالت لي يعني ما عندها كل شيء أمها، وأمها تجيها معناها هما في نبر في بقعة بعيدة على تونس. فباش تجي أمها تلقى صعوبات، خاصة وأنهم من مناطق ريفية والوالد نتاعها يرفض أنه يقابلها. الفتاة رغم أنها ضحية، يعني رغم اللي هي ضحية، لكن هما يعني في عائلتها عندهم حست أنه بوها يميز عليها أخوتها الأولاد، يعني مشاكل نفسية، مشاكل ترسبات اجتماعية، كيفاش تتعاضد مع بعضها وكيفاش تعطينا نماذج من هالنوع هذايا في المجتمع اللي هما ضحايا. لكن أنا حبيت نشوف كيفاش المجتمع توا تقبلها هي بعد اللي صار لها، بعد اللي عاشته. يعني ثم متابعة. أنا توا قاعدة نحاول نتصل بها عن طريق الهاتف. كلمت اكثر من طرف انه باش يعطيني رقم تليفونها. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله اني نوصل نتواصل معها باش نجم نكمل نصور معها. وان شاء الله اذا كان صورت معها نهار الاثنين تتعدى معنا ان شاء الله في العمق ان شاء الله. هل انه باش يكون فما محللين نفسيين، فما ناس باش يحكيوا على الوضعيات هذه، ولا فقط باش تاخذ سجينات يعني وتحكي معاهم هما وتحاول تغوص في الاعماق نتاعهم؟ باش يكون معنا اخصائيين نفسانيين وباش يكون عمل متكامل يعني. باش نجيبوا معنا ضيف في البلاتو باش يكون يمثل وزاره العدل اللي هو باش يحكينا على ظروف السجن بالنسبه للنساء. فماش تاهيل، فماش اهتمام بهم انهم باش يعاودوا يرجعوا للمجتمع، لانه احنا اعاده الادماج. لانه من اصعب الاشياء عندنا انك هو عبد يغلط غلطه صغيره المجتمع ساعات يرفضوا ما يقبلوش. فما بالك اذا كانت تكون امراه وتعرضت للسجن، المجتمع من بعد باش يقبلها والا لا. هما وضعياتهم هشه، ينتميوا الى فئات اجتماعيه معناها تعبه نوعا ما. فحبيت ناخذ الزاويه هذه، حبيت نحكي من المنطلق هذا. وباش يكون معنا طبعا محلل نفسي باش نسجل معاه. انا خاطر حتى لتوا خذيت كل السجينات، خذيت القصص نتاعهم، سمعنا حكاياتهم. هو عمل في اطار التحضير يعني. الجزء الثاني منه هو في التحضير. لكن الجزء الاول احنا كملنا منه حاضر باش. علاش حبيت تطرح الموضوع هذا بالذات نيله؟ هل انه ريت حاله من الحالات اللي ربما مستك؟ هل انه الموضوع بالنسبه لك اجتماعيا واليوم احنا في القرن 21 ربما من المفروض ان تجاوزنا يعني مثل هذه الملاحظات والا مثل هذا التقبل السيء للسجينات؟ علاش اخترتوا الموضوع؟
اخترت اولا طبيعه البرنامج اللي هو يهتم بالمواضيع الاجتماعيه. الحاجه الثانيه انه المجتمع نتاعنا باللي نقولوا اللي هو تقدم، باللي هو تطور، ساعات خلق حاجات تحس اللي فما تباين، ماناش كنا على نفس المستوى، ماناش كنا نخزروا نفس، وهذا طبعا طبيعي ان نكونوا على الاقل يكون فما تقارب صغير، يعني تقارب صغير. حتى تسمع بعض الحالات تصدمك، يعني تقول ماناش تويكا باش نحموا هكا، احنا تجاوزنا الحقبات هذه، يعني موجوده. واذا كان الاعلام والتلفزه ما تهتمش بهم وما توصلش صوتهم لغيرهم، شكون يظهر لي باش يخدمهم؟ يلزم الاعلام يهتم بالاخص بالحالات الاجتماعيه، لانه السياسه خذات حيز كبير من حياتنا. والمجتمع قاعد فما فيه برشا مشاكل وبرشا حكايات. اكيد انه التعويل على مثل هذه البرامج. اذا نيلة شكرا ليك، بعد شوي عندك المجلس التاسيسي ماشي عندك خدمه، هذيك علاش ما نحبش نعطلك برشا. شكرا ليك نيلة. اكيد احنا باش نشوفوا لقطات من هذا الوثائقي ربما مقدمه للمتفرجين نتاعنا باش يتابعونا نهار الجمعه 9 نتاع الليل في فضاء في العمق. تفضل. ثلاثة صغار وزوز ولادي ولدتهم لبرا، والكبير عمره 12 سنة ليسي بيلوت سنة، وولدي الصغير بالكل والوسطاني ولدته لبرا سيزيام، والصغير بالكل ولدته هوني في الحبس. انت من الناس اللي سبق ودخلوا للسجن؟ دخلت من الحبس. قداش من مرة دخلت؟ هذه 11 مرة. 11 مرة تدخل السجن؟ 11 مرة. لكن يقول قايل واحد يكون عنده التجربة الأولى ويتعظ منها ما يعاودهاش، وحتى كان يعاودها مرة أخرى. لكن هذا يخليني نتساءل كيفاش توصل معناها 11 مرة؟ النهار هذاك ما نعرفش اللحظة ذيك اللي أنا في كل النهار هذاك انهيار وحالة اكتئاب أنا عشتها. ساعة في اللحظة ذيك صور إنسان حتى كباده قدامه، حتى كباده قدامه، شربنا دواء مع بعضنا. أنت ولادك؟ أنا وولادي بتنا، أنا في شرنيكور الليل كامل في شرنيكور، روحت مع 3 نتاع الليل. تعمل انتحار جماعي هكا يعني، فهمت؟ ما نعرفش اللحظة اللي في الحالة هذيك، ما نعرفش نسيت فد من حياتهم، ما لقيتش حتى، ما نعرفش على روحي، ما لقيتش حتى حاجة. هذاك اللي قابلني. عشت طفولتي محطمة من مواليد 85/7 15/7 محطمة. يمكن انا عائلتي ما حبوش يجيبوني للدنيا هذه، ولكن لو كان جيت طفل راه ما صارش فيه هكا، خاطر عائلة بابا ما عندهم الطفلة حاجة فضيحة في الدار. يلزم الكرش الاولى كما نقولوها بلغتنا احنا، البطنه الاولى والثانيه يلزمهم يجيو وليد. انا للاسف جيت طفله وهذا موجود ذنبي انا. في اللحظه هذيك هو يحكي معايا وانا نشوف فيه الشخص الاول هذاك اللي اغتصبني وانا ما نجمش ندافع على روحي، وانا مخدره بالدواء، خاطر ليلتها شاربه قداش من كعبه دواء، وشاربه القطر هذوكم اللي تقطروا دواء الاعصاب. ريت انا لهنا في السجن ما ريت حتى واحده تشرب في الدواء اللي شربوه لي كي نمشي انا اول مره للراسي. هزيني جماعه، كرهبت السبيطار من غادي وكرهبت الحاكم. حاسيلو ما نعرفش كيف شنو صار. هذه السكينه في يدي، سكينه صغيره تاع خضره، سكينه هدته في الصيف في جوان، هدته تبعدني، قلت له ولا نضربك به. قال لي ما عندك ما تعملي، راه هاني قلت لك جاني بالسياسه وكل شيء. حاسيلو خرجت من في اللحظه هذيك ما نعرفش على كيفاش ضربته بالسكينه. السكينه ممكن يجي 3 سنتي هكاك، وقت اللي ضربته طاح وهو شارب صار له نزيف.